أنا بسبب الحرب لم أتمكن من الخروج من قطاع غزة، فبالتالي أصبحت طالبة عالقة، وبطالب كل الجهات المعنية والدولية بأنها تتدخل في قضيتنا وتقدر تحل مشكلتنا بأسرع وقت وتطلعنا برا غزة نقدر نكمل مسيرتنا التعليمية. أنا المفروض الآن في سنة ثالثة، لكن الآن بدي أرجع لسنة أولى بسبب إنه ما قدرت أو ما تمكنت أطلع من قطاع غزة. فتح معبر رفح بشكل عاجل ودون قيود تعسفية وضمان خروجنا جميعا ووصولنا إلى الجامعات. طبعا أنا درست سنتين خارج البلد ورجعت زيارة على أهلي. طبعا وصارت الحرب علقت ما قدرتش أطلع، هاي جوازي وهاي معاي وراحت علي السنة اللي فاتت، معاي قيد بالسنة هذه حاليا، ومعاي كمان إفادة من السفارة الفلسطينية إن أنا طالب. هاي الإفادة، استنى، هذا تقرير طبي طبعا، غير إن أنا مصاب حرب وعندي بلاتين في صدري دائم هذا العمر كله. وهي إفادة من السفارة الفلسطينية إن أنا طالب ويجب الخروج بأسرع وقت، غير إن أنا مصاب حرب. أنا راحت علي سنة وهي السنة الثانية قاعدة بتروح. مبدئيا إذا احنا أنا ما طلعتش خلال فترة قصيرة، يعني لا تتجاوز شهر 3، راح تروح علي السنة الثانية. الوقت بضيع منا والوقت بيجري واحنا لسه في نفس المطاف ونفس المكان. فأنا بطالب الجهات المعنية والجهات الدولية إنه تشهد وتشد وتسهل أمورنا في السفر، لأنه فعليا احنا حاليا قاعدين بتروح علينا دراستنا، غير اللي فقدناه وغير أحبابنا وغير اللي صار في الحرب هذه. تعرضنا للقصف أكثر من مرة. أنا ضليتني في الشمال، أنا ما طلعتش على الجنوب. فالمعاناة اللي عشناها والحياة اللي شفناها يعني بنتمنى إنه احنا ما تنعاد. بتمنى من كل الجهات المعنية وبتمنى من كل حدا بهمه الأمر إنه يسهل في أمورنا ويسارع في إجراءاتنا للسفر، لأنه إحنا العمر بيجري وإحنا لازم نلحق.